الثاني بإقليم سطات تم نقل 4 مصابين تتفاوت جروحهم في حادثة سير وقعت مساء أمس قرب مدينة سطات. راح ضحيتها 6 أشخاص، 5 منهم لقوا حتفهم في الحين، فيما لفظ السادس أنفاسه الأخيرة بالمستشفى. الحادث نجم عن اصطدام بين 3 سيارات خفيفة. جايين عم سيدي من سطات طالع لمراكش وغاديين في الطريق فتنا القنطره ديال هذا، جايه واحد الجولف من دوبله جاي انفاس جاي لعندي، هربت عليه داز هو، كنت ندخل في الشجره وليت براكيت على الشجره، خرجت منها باش ما ندخلش في الشجره. الطاكسي كان مورايا تيتلاقاو هو وياه، انايا ملي هربت جلست بيا الطوموبيل مالت، تلاحيت في الحافه. أسباب الحادثة التي وقعت بالطريقة الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش على مستوى دوار ولاد سيمومن بجماعة ولاد سعيد تعود حسب شهود عيان إلى السرعة والتجاوز المعيب، خاصة وأن الحادثة وقعت بمنعرج يعتبر خطيرا. السيارة الجولف كانت متجاوزة يعني واحد 6 سيارات تقريبا اللي كاينين. دابا خرجت لقيت مع الطاكسي هو الأول، تصادفت مع الطاكسي والطوموبيل موراهم واحد الكونغو، هذاك من الكونغو خرج عاد في اتجاه المعاكس، اتجاه الاخر خرج مشى للشجره هذاك تضرب. راح حرب الطرق لا تزال مستمرة في حصد أرواح المواطنين، ما يستدعي مزيدا من الحذر والالتزام بمقتضيات قانون السير على الطرقات. وفي